ام راديو. مرحبا مستمعينا الكرام، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يدعو المعلمين إلى إنهاء الإضراب بعد تجميد الإصلاح. البدء في بناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب في عام 2024. المغرب يكشف النقاب عن سفينة الأبحاث السمكية ابن سينا الثانية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعد الإعلان رسميا عن تعليق الإصلاح الجديد الذي أثار غضب الأساتذة في المغرب، دعا رئيس الحكومة عزيز خنوش الأساتذة إلى العودة إلى فصولهم الدراسية. وفي بيان صدر عقب اجتماع الحكومة مع عدد من النقابات، أعلنت الحكومة تعليق إصلاح الإطار الأساسي الجديد في انتظار المراجعة الشاملة. ويقول المعلمون إن الإصلاحات المثيرة للجدل تضيف المزيد من المسؤوليات دون تقديم التعويض المناسب. وقال أخنوش خلال لقاء الاثنين إن المراجعة تهدف إلى تعزيز دخل القوى العاملة في مجال التعليم الوطني. وفيما يتعلق بتخفيضات الأجور التي نفذتها وزارة التربية للحد من الإضرابات، قال أخنوش إن التخفيضات تمت معالجتها بالفعل ويصعب التراجع عنها. وأضاف أن تخفيضات الرواتب لشهر نوفمبر ستتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم للجنة الوزارية مع النقابات. ومن المقرر أن تنعقد اللجنة الوزارية برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم المدرسي والرياضة شكيب بن موسى ويونس السكوري الوزير المنتدب لدى وزير الميزانية فوزي القجع الخميس المقبل. ودعا خنوش النقابات إلى عدم تعطيل العام الدراسي، ودعاها أيضا إلى العودة إلى الفصول الدراسية مع بقاء الحوار مفتوحا. وزير الطاقة النيجيري إكبي إيكبو إنه من المقرر أن يبدأ بناء مشروع الطاقة الضخم خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب في عام 2024. وجاء هذا الإعلان على هامش اجتماع عقده إيكبو مع وفد من المغرب برئاسة السفير مواها أعلي تجمع يوم الاثنين في أبوجا. تم تصميم خط الأنابيب لأول مرة في عام 2016، وهو أحد أكثر مشاريع الطاقة طموحا على مستوى العالم. وبمجرد تشغيله سيصبح ثاني أطول خط أنابيب في العالم بعد خط أنابيب الغاز بين الغرب والشرق. وسيكون طول هذا الأنبوب أزيد من 5600 كيلومترا. ومن المقرر أن يمر عبر 13 دولة إفريقية ويغطي احتياجات الطاقة لنحو 400 مليون شخص على طول ساحل غرب إفريقيا. وقال إيكبو: أعتقد أنه بحلول عام 2024 سننتهي من ذلك، معربا عن استعداد نيجيريا للمشروع وفقا لتقرير صادر عن شركة تدعى انفنتورز كينج. وفي إفريقيا يعد المشروع بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة. كما يقول الخبراء، يمثل خط الأنابيب مصدرا موثوقا للتوظيف ويجذب الاستثمارات إلى المنطقة. ويهدف خط الأنابيب إلى توصيل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا، وينبغي أن يزود البلدان على طول الطريق للمساعدة في تلبية احتياجاتها من الطاقة. كشف المعهد الوطني للبحوث السمكية عن أحدث سفينة بحثية له المخصصة لتعزيز الاستكشاف العلمي في مجال الصيد البحري. أقيم هذا الحدث الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي في أكادير، واحتفل بتدشين السفينة التي يبلغ طولها 22 مترا يوم الاثنين، وبميزانية قدرها 34 مليون درهم مغربي. يأتي اقتناء السفينة في إطار تعاون المغرب مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري واستدامة المحيطات، وهي الإضافة السادسة لأسطول أبحاث مكملة لأسطول أبحاث أوقيانوغرافيا لتنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب. تتمتع سفينة ابن سينا الثانية باستقلالية مدتها 5 أيام، ومن المقرر أن تغطي كامل المساحة الساحلية المغربية، تصل إلى المناطق الساحلية التي كان يصعب الوصول إليها سابقا لسفن الأبحاث الأوقيانوغرافيا في أعالي البحار، مجهزة بمختبرين على متن الطائرة للتحليلات البيولوجية والكيميائية، إلى جانب أحدث أجهزة القياس الأوقيانوغرافية والسبر الصوتي ورسم خرائط قاع البحر، والقدرة على نشر معدات الصيد السلبية والمركبات التي يتم تشغيلها عن بعد. وسوف تسهل السفينة إجراء دراسات شاملة عن النظم الإيكولوجية البحرية الساحلية الوطنية. وتضمن حفل الافتتاح عرضا بحريا يعرض البراعة التقنية والعلمية للسفينة، وهي خطوة محورية في استراتيجية هاليوتيس لتعزيز قدرات البحث البحري ل ENRH بحلول عام 2030. وشدد
شدد صديقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على أن التدشين يعتبر خطوة استراتيجية في إطار هليوتيس، مؤكدا على دوره في تعزيز البحث العلمي وتعزيز أسطول السفن العلمية والتقنية الحديثة. وإلى جانب الإنجازات البحرية سلط الحدث الضوء أيضا على مشاريع الاستزراع المائي، مع التركيز على المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج والكفاءات القطاعية. وتضم جهة سوس ماس حاليا 37 مشروعا للاستزراع المائي تستهدف إنتاجا إجماليا قدره 45 طنا، واستثمارات بقيمة 458 مليون درهم. ومن خلال تسليط الضوء على إمكانات المنطقة، من المقرر إنشاء مركز لتربية الأحياء المائية في منطقة تيغيرت، وسيوفر المركز الذي يغطي مساحة 6 هكتارات المرافق اللازمة لتكييف وتثمين منتجات وتربية الأحياء المائية، بهدف الوصول إلى حجم 22 ألف طنا من المنتجات المعبأة. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء. راديو.